فلوسك بتروح فين كل شهر؟ اغلب الناس يعرفوا دخلهم تقريبا ويعرفوا الايجار او القسط، لكن التفاصيل اللي في النص دايما بتبقى ضباب. مصاريف صغيرة هنا، طلبات اكل هناك، اشتراكات شهرية منسية، قهوة يومية، مواصلات، مشتريات مش مهمة قوي. وفي الاخر تقول مش فاهم الفلوس بتخلص ازاي. الحقيقة القاسية هنا انت لا تستطيع ادارة ما لا تقيسه. اي شركة ناجحة في العالم بتتابع دخلها ومصاريفها يوميا بالجنيه، بتعرف كل رقم داخل وكل رقم خارج. لكن لما الموضوع يجي على حياتنا الشخصية بنمشيها بالعشوائية. تتبع الفلوس مش معناه انك تبقى بخيل، ولا معناه انك تعيش في ضغط، معناه انك تبقى واعي. لما تبدأ تسجل كل جنيه بيخرج منك لمدة شهر واحد بس، هتتفاجئ. ممكن تكتشف انك بتصرف رقم كبير على الاكل الجاهز، او ان الاشتراكات الشهرية بقت رقم محترم، او ان مصاريف صغيرة متكررة هي اللي بتسحب اغلب السيولة. الموضوع مش جلد ذات، الموضوع كشف للحقيقة. لان اول خطوة لأي اصلاح هي الاعتراف بالمشكلة.